اول حاجه انت لازم تراعي الناس اللي معاك في البيت الصراحه، يعني ما ينفعش امك تبقى ايه صعبانه عليك وصارف عليكم دخلك كليه وكده يعني، وتلاقيك مره واحده ابنها يعني بيدور في الحمام وقاعد بيدور على السلم وحاجات كده، ماسك موبايل قاعد بيدور، ممكن يجي لها حسره او ممكن تتخض. ناخد بالك من ابوك، لان ابوك مثلا لو كان نايم ولقيت بالباسور عنده في الاوضه ودخلت السحب كده وصحيته وقفشك، هيبقى حاجه موقفك صعب. تقول له يا حاج كنت عايز اجيب الباسور من عندك. سأسافر عبر القطر. هناخد بالك في الزيارات العائليه تجنبها تماما، يعني ان عمك وخلانك بقى يقولك ايه ان اللعبه دي فيها مؤامره نظريه لاسرائيل عشان تتجسس علينا من جوه. امشي على طول، سيب البيت وامشي. بس ما بعدش النظريه دي، بس مش مؤامره على مصر، يعني اي داتا من اي بلد بتبقى رايحه للسيرفر. وبعدين هم سنتين وهتلاقي الحاجه بتقول لك ايه واد يا حسام انزل هات لنا بيض من عند عمك رجب تحت وايه، وفي جنبيه بوكس توب كده بعت لنا بوكيمون كده ولا حاجه، ولا اوعى تجيب تعابين، ها اوعى. وابوك بعد ما كان بيتريق عليك كان ينزلك يقول لك ايه انزل هات لي علبه سجاير وهات بيكاتشو، ولو ما جبتش بيكاتشو ما ترجعش البيت. بحيثا في كل مكان. وخد بالك الموضوع هيتطور، مصر مفيش حاجه بتساب كده. عارف انت بتسمع دايما قصص العيال اللي بيجيبوا ايه شقق وعربيات من سلك رود دول، هتلاقي برضه ناس بالجامعه بوكيمونات بتبيعهم. مش زي ما تعرفش، عارف اللي بيلم البلاستيك من الزباله ده والكراتين وكده، تلاقي واحد بعربيه برضه بحمار كده ماسك موبايل بيلم بوكيمونات من الزباله برضه عادي. وهتلاقي حد بيجيب بوكيمونات صيني، ممكن واحد يقول لك ايه اصلا عندي بيكاتشو وهو اللي عنده ده مثلا 40 فولت مش ال 500. عن بوكيمون في دار السلام. الموضوع معاكي بقى هيفتح مجال للتحرش. يعني تخيلي ازاي بتتقبلي من واحد بيقول لك ما تيجي ونجيب بيكاتشو حرفيا، وانت هتتقبلي الموضوع عادي، مش هتحس ان هو حاجه اوفنسيف يعني، وتنزلوا تلفوا في الشارع وتدوروا على بيكاتشو. تقوم بقى واحده مصوراكم منزله صورتكم وبتكتب ريليشن شيب جولز. تخيل الموضوع سيء ازاي. بعدين تعرف ان لو حد بيلعب بيكي بيقول لك مثلا ايه تعالى ننزل ندور على بيكاتشو في المانيال مثلا، ده كذاب ما تمشيش وراه، ده بيلعب بيك عشان مفيش بوكيمونات في المانيال اصلا. بعدين منظرك قدام ماما والحاره وحش، رايحه فين يا فاطمه رايحه اجيب بوكيمون كده كده برضه مش هتعرفي تنزلي يعني الناس ايه هيفتكروها حاجه جديده ان انت عايزه تروحي تقابلي دلوقتي كده وابوك يشدك من شعرك يقول لك بوكيمون في بيتي يا بنتي. احلم دوما ان اكون. انا عارف ان انت بتحلم دوما ان تكون الافضل بين الجميع وكده، بس احنا في مصر يعني مثلا في امريكا ممكن تلاقيهم بيناشدوا الناس ما يدوروش في البوكيمون في الاقسام عشان عيب وكده يعني، انما هنا تروح القسم عشان تدور على بوكيمون هيوريك بوكيمونات جديده بره اللعبه هتتبسط بيها قوي يعني. وبعدين يا مؤمن اليوم اللي تخش فيه المسجد غير صلاه الجمعه تبقى بدور على بوكيمون. احنا عندنا اللي بيصور دبانه في الشارع بيتقبض عليه، فانت هتفسر ازاي لامين الشرطه ان انت كنت بتصطاد بوكيمون؟ في الخليج كنت قلت لك ماشي، في السعوديه لو في الامارات كده ايه يطلع ويا ربع البر بالعربيات اللانكوزر في الشارع يطلعوا يشوا كده وممكن يصطاد بوكيمون. عارف حتى لو طلع له البوكيمون اللي كان بيفس ده اللي بيطلع في اخر الحلقه دايما في سبيستون ده مش هيبقى مضر، عارف انت في الصحراء عادي. انما انت مثلا لو طلع لك البوكيمون اللي بيفس ده في المترو منظرك هيبقى عامل وحش، او مثلا تلاقي بوكيمون في عربيه الستات فانت منظرك قدام نفسك ايه، هتبص لنفسك ازاي وانت شايف انك عايز تركب عربيه الستات عشان بوكيمون. سأسافر عبر الارض عامة برضه عشان ذكريات الطفوله وكده، وانك يعني نفسك تسافر عبر الارض بحثا في كل مكان. خد نصيحه كده لما تقبض عليك انت تقلب صوتك حنين حلو، ولما يجي يستجوبوك ايه هو انا بجمع البوكيمونات دي ليه؟ انتوا لو تعرفوا ما كنتوش عملتوا كده، ما كنتوش عملتوا كده. البوكيمون ده أداة السلام، اقسم بالله انا بجمع البوكيمون ده لنصرة الخير، لنحر الشر عن الغير. عيب عيب كده. بس هتلاقي الدمعة فرت من عينيهم سقفوا لك وادوا لك كارت شحن ب100 عشان باقة وكده تشحن باقة وتدور براحتك بس، ومحدش هيكلمك تاني يعني متخافش. سأسافر عبر القطر بحيثا في كل مكان، عن بوكيمون في دار السلام أو في نزلة السمان. أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، إذا أجمع البوكيمون هوبا إيه بوكيمون يا لا 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 لا